راني جيت جبت لكم الوصفة تاع اللي ترتولت على طريقة الورشات وكيفاش تجيكم محمرة السر كامل راهو في العجينة. تبعوا معنا باش هكا تكتشفوا الطريقة الصحيحة كيفاش راح تتفتت في اليد قبل الفم وتشد مدة أطول معاكم. أول حاجة نوجدوا على كان باتيسير تاعنا اللي فيها 3 الحليب 6 مغارف كبار تاع المايزينا 4 مغارف كبار تاع السكر مغرفة تاع لافاني تخلطوا بارد في بارد وديروها فوق النار. كي تشوفوها عقدة تزيد لها مغرفة كبيرة تاع الزبدة وديروها في ريسيبيون تغطوها اون كونتاكت لهنا باش ما يدخلش كامل الهواء وما تفسدش معاكم. من بعد راح نوجدوا العجينه تاعنا اللي هنا فيها 250 غرام تاع الزبده ولا مارغرين، حبه تاع البيض، زيدوا معها 3 مغارف كبار تاع سكر ناعم ومغرفه تاع لافاني. والسر راهو لهنا باش تجيكم محمره زيدوا مغرفه صغيره تاع سكر محلول لهنا، تخلطوا مليح باش تحصلوا على الكريمه. زيدوا لها شويه تاع الزيت حوالي مغرفه تاع الزيت، تكملوا تخلطوا وتليموها بالفارينه سي ما تعجنوهاش لهنا باسكو اللي عجنتوها راحت العجينه تاعكم تولي معجنه صافيه تجيكم يابسه. بهذه الطريقه حركه دائريه حتى تلاقي معكم العجينه وتتحصلوا على عجينه اللي تكون طريه لها. تخليوها تبرد لمده 30 دقيقه في الثلاجه باش هكا تشد روحها. من بعد رايحين ديروها في ليمول، اي مول يكون عندكم. بهذه الطريقه سيتكرازيو مليح هذيك العجينه في هذاك المول باش ما تطلعش معكم. تفينيوها لهنا بالموس. من بعد تكملوا كامل لا كونتيتي اللي عندكم، ديروها في الفرن على 180 درجه، لازم يكون مسخن من قبل باش هكا يعني ما تطوش معكم وتيبس. بعد ما تكملوا كامل رايحين تجيبوا هذيك الكريمه بعد ما تكون بردت، رايحين تقسموها على زوج لهنا. وحده نديروا لها شونتي بودر نطلعوها مليح هكا باش نتحصلوا على الكريمه تكون متمازجه. وبالنسبه للزوده نزيدوا لها 3 مغارف كبار تاع الشيكولا تارتينين مام هي نطلعوها مليح باش هكا ما تجيش فيها كامل الحبيبات. نجيبوا لي تارتولات تاعنا للوالا كنت درت لهم شويه تاع الكراميل مع البنان وعمرت الاخرين يكونوا سامبل بلا كريم ديبلومات. الا هنا تزينهم كيما تحبوا شويه تاع الناباج وهكا وصفه اليوم خفيفه ظريفه سورتو بنينه.